عايز مخدرات؟ محتاج سلاح؟ عايز كبد ولا كلية؟ لو عايز يلا بينا. سمعت عن الدارك ويب؟ دي مواقع على الانترنت المخفي ومواقع سرية جدا، ومن درجة سريتها مش هتقدر تخش عليها الا لما حد يبعت لك دعوة من جوه او يكون معاك لينك للحاجة اللي انت بتدور عليها. ودي مواقع للناس المرضى النفسيين، لان محدش طبيعي هيدور على المواقع دي او يبحث عنها. واوعى تفكر تبحث عن المواقع دي، وفي ناس قبلك حاولوا يبحثوا عن المواقع دي ودخلوا فيها وما رجعوش تاني. الجديد في المواقع دي انك تقدر تخش عليها وتتصفح وتختار نوع المخدرات اللي انت عايزه، وكمان التجار بيقدروا يعرضوا المخدرات بتاعتهم زيهم زي اي موقع تجاري. وطبعا زي ما انت عارف المواقع دي لا عليها رقابة ولا بتخضع لقانون. كل اللي عليك تختار نوع المخدرات اللي انت عايزه وتطلبه، وهيجيلك عن طريق مندوب يوصلك لحد باب البيت. والخطير في المواقع دي برضو انها بتبيع جميع انواع السلاح، وسوق مفتوح للتجار والناس الخارجة عن القانون والجماعات الارهابية. وصل بيهم الامر اللي انت لو عايز قنبلة ممكن تطلبها، وكل اللي عليك تعمل امر شراء وهي هتوصلك لحد باب البيت. تخيل كده يا سيدي، تلاقي باب البيت عندك بيخبط وداخل عليك مندوب شايل صندوق ويقول لك اتفضل القنبله اللي انت عايزها. ده فاضل شويه ويقول لك نجربها لك احسن. ابشع حاجه في المواقع دي خدمه عندهم اسمها خدمه القاتل المأجور، تقدر تأجر من خلالها واحد يقتلك اي حد انت متضايق منه. والله زي ما بقول لك كده. وطبعا المواقع دي ما تخلاش من الحاجات المسروقه اللي بتتباع بربع ثمنها. ده وصل ان هم يبيعوا التليفون الايفون ب $100. والناس دي من كتر الابداع في الجريمه عملوا حاجه اسمها سنتر تعليمي، يعني ممكن تخش كده تلاقي دوره كيف تكون نصاب. واضافوا للموضوع كمان عملوا حاجه اسمها منتدى لتبادل الخبرات، يعني بيعلموك ازاي تكون حرامي محترف او نصاب محترف. ونخش بقى على اللهم احفظنا قسم اللي هو السحر الاسود، وربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. عاملين قسم لتعليم السحر، ولو حتى عايز تعمل عمل لحد كل اللي عليك تخش وتطلب من الراجل ده ان يعمل لك للسحر للشخص الفلاني، وامرك هيتنفذ ما دام هتدفع الفيزيتا. صحيح كل اللي بيحصل ده مش عندنا، ولكن بدأ يبقى فيه خطر يظهر عندنا وبيهددنا كلنا، هو تجارة الاعضاء. التجارة اللي بالمليارات. ووصل بيهم الامر انك تخش تتصفح كده وتدور تلاقي ايش كلية وايش كبد، حاجة يعني خدمة 5 نجوم. وعشان الناس دي شايفة شغلها، ده كمان بتوفر لك فيديو للشخص اللي انت هتاخد منه الكلية او الكبد اللي انت عايزه، وبيوفر لك كمان معاهم الفيديو للدكتور وهو بيكشف على الحالة اللي انت عايزها، يعني هتاخد حاجة مضمونة 100%. ونيجي بقى على ابشع حاجة اللي خيالك مش هيستوعبه. خد نفس عميق كده ويلا بينا نكمل. ابشع حاجه في الدارك ويب ده بقى حاجه اسمها الريد روم. دي بيجيبوا رجاله وستات وحتى اطفال وبيعذبوهم مباشر، يعني بتبقى قاعد كده بتتفرج على شخص بيتقطع حتت قدامك، وممكن واحد فيهم مريض نفسي يخش ويقول لك اخلع لي عينه ويتنفذ امره ما دام هيدفع. ووصل بيهم الامر كمان ان الراجل ده قبل ما يموت ممكن واحد يخش يقول له موته بطريقه فلانيه، يعني ممكن تلاقي واحد كده بيقول لك ارزعه سيخ في دماغه. شوف وصل بيهم الامر لفين. اجرم حاجه في المواقع دي بقى حاجه اسمها المحتوى الاسود، اللي بيعرضوا كل حاجه خارجه عن القانون، واهمهم في الحته دي اللي هو المحتوى الجنسي للاطفال. يعني بيجيبوا طفل كده وطبعا بعد ما يسجلوا الفيديو الجنسي للاطفال ده بييجوا يعرضوه ويتباع بالملايين الدولارات. انت هتستغرب طبعا مين اللي بيعمل كده ومين اللي بيتفرج عليهم. دي ناس حاجه اسمها سايكوباتي، ده مريض نفسي بيلاقوا متعته اما يتفرج على حاجه
فيها جريمة او تقطيع، اي انسان طبيعي يلاقي منظر بشع اكيد بيتأثر بيه، اما الناس دي بتلاقي متعتها لما تتفرج على الحاجات اللي هي فيها اجرام وفيها جريمة. اختم حلقتي معاكم برسالة لكل اب وكل ام، خلي بالك من عيالك وعينك عليهم طول الوقت، ولازم تعرفوا هم فين، ولازم كمان تعرفوا مين اصحابهم، واصحابهم دول ينفع يمشوا معاهم ولا ياخدوهم لطريق الهوية. والله ما عيب ولا حرام لما تمسك تليفون ابنك كده وتفتش فيه وتشوف بيخش على مواقع ايه ولا محتوى ايه. ما تفرحش ان هو قاعد طول الوقت ملخوم بتليفونه وانت مريح دماغك. بوجه رسالتي لكل اب وكل ام، فتش ورا ابنك وراقبه وتابعه وشوفه بيخش على مواقع ايه او بيتفرج على محتوى ايه، عشان ما يكونش عرضة لضحية لناس لا عندها رحمة ولا انسانية ولا دين. وقبل ما يفوت الاوان ونقول يا ريت اللي جرى مكان، يا ريت اللي جرى مكان.